رمضان بتاعنا هنا في مصر السحور بتاعه لازم يكون فيه الاكل اللي بنفطر بيه في الايام العاديه، اللي هو فول وطعميه وبتنجان وبيض وبطاطس وسلطه وطحينه. ولو انت معاك شويه فلوس هتاكل طاسه جبنه سايحه، فالدنيا معاك هتبوظ خالص. واحنا طول عمرنا بنتكلم ان الاكل ده مش دايما بيكون اكل صحي وينفع لكل الناس، ده واحنا بناكله الصبح اصلا بطننا بتوجعنا، ما بالك بقى في رمضان والاكل ده كله بالليل. تخيل معاك كده طبق فول جنبه طبق طعميه، معاه شويه بطاطس محمره وبتنجان مقلي وبيض بالجبنه وكام رغيف عيش مليانين رد. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الفول ده مليان الياف، هو هيساعدك انك تحس بالشبع فتره طويله، بس برضه ليه عيوب هقول لك عليها بعدين. ولكنه في ميزه مهمه جدا، وهي ان المؤشر الجلايسيمي بتاعه منخفض، يعني ما بيرفعش السكر في الدم بسرعه، فبالتالي بيديك طاقه كامله لساعات اطول من غير ما تهبط. طب ما الفول طلع حلو اهو، لا انت كده متسرع.